بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على أحلى ناس. النهارده هنتكلم عن موضوع جميل جدا، ازاي تتعامل مع الناس باختلاف شخصياتك. خليني بس في الأول أسأل سؤال: عمرك اتعاملت مع شخص ومش فاهمه؟ تقول له كلمة كويسة يزعل، تتكلم معاه بهدوء يتعصب، تشرح له حاجة يرفض يسمع، وفي نفس الوقت تتعامل مع شخص تاني تلاقي الدنيا كلها سهلة جدا. عارفين ليه؟ لأن الناس مش نسخة واحدة. كل إنسان ربنا خلقه له شخصية مختلفة جدا عن التاني، وله طريقة تفكير برضه مختلفة جدا عن أي حد، وله ظروف وتجارب شكلت شخصيته. وعشان كده لو عايز تعرف تتعامل مع الناس دي لازم تفهم إن مش كل الناس ينفع معاهم نفس الأسلوب اللي بتتعامل بيه. ما تحاولش تغير كل الناس. دي من الحاجات اللي لازم تتعلمها كويس جدا. انت مش هتقدر تخلي كل الناس تفكر زيك، ومش مطلوب منك تتعامل بشكل غير مناسب. في شخص هادي، شخص عصبي، شخص حساس شوية، شخص اجتماعي، شخص بيحب يتكلم، وشخص بيفضل يسمع طول الوقت. هو ليه مش زيي؟ مش لازم يكون زيي. بدل ما تقول زيي ومش زيي، اتعلم ازاي تتعامل معاه بالطريقة المناسبة، واسأل نفسك أو اسمع قبل ما تعمل. أحيانا احنا بنحكم على الشخص من أول موقف: ده عصبي، ده متكبر، ده محترم. لكن ممكن يكون الشخصية دي عنده مشكلة، أو مضغوط، أو مر بتجربة خلط طباع مختلفة. مش معنى كده إنك تفهمه غلط، إنك توافقه على كل حاجة، لكن على الأقل الفهم بيساعدك تتعامل صح مع الشخص العصبي. ما تبقاش عصبي زيه. دي قاعدة مهمة جدا. لو هو رافع صوته وانت رفعت صوتك الموضوع هيكبر، لكن لو هو متعصب وانت هادي فغالبا الموقف هيبدأ يهدى ويعدي. ممكن نقول مثلا خلينا نتكلم بهدوء علشان نوصل لحل. ده مش ضعف على فكرة، ده تحكم في النفس. مع الشخص الحساس اختار كلامك. في ناس كلمة بسيطة ممكن تجرحها. مش معنى كده انك تمشي على اطراف صوابعك يعني طول الوقت، لا طبعا، لكن اختار الوقت المناسب والطريقة. بدل ما تقول انا غلطان او انت غلطان، وممكن نشوف الموضوع من زاوية تانية. نفس الفكرة مع الشخص كتير الكلام، اسمع لكن حط حدود. في ناس بتحب تحكي كتير، اسمع له باهتمام. لكن لو عندي شغل او وقتك محدود قول بأدب: انا سعيد بالكلام معاك لكن عندي شغل دلوقتي، ونكمل كلامنا بعدين. الحدود مش قسوة، الحدود احترام للوقت. مع الشخص الصعب خليك واضح. مش كل الناس ينفع معاها الكلام الطويل، وبعض الشخصيات تحتاج لكلام مباشر ومحترم. قول احنا مختلفين لكن خلينا نتفق على المطلوب. ركز على المشكلة مش على الشخص. ما تدخلش كل معركة وعايز تكون انت المنتصر. ودي من اهم الحاجات اللي اتعلمتها مع الوقت. مش كل كلمة محتاجة رد، مش كل استفزاز محتاج معركة، ومش كل اختلاف لازم يتحول لخلاف. احيانا رد بسيط انك ما تردش، مش خوف، لكن لانك عارف ان طاقتك ووقتك اغلى. حط حدودك. التعامل الجيد مع الناس لا يعني انك تسمح لاي شخص انه يستغلك او يهينك. خليك طيب لكن مش ضعيف. ساعد الناس لكن ما تسمحش بالاستغلال. سامح لكن اتعلم مع التجربه، واختلف لكن باحترام. الطيبه في حدود ممكن تتعب صاحبها. اعرف نفسك الاول، ودي يمكن اهم نقطه. قبل ما تفهم الناس افهم نفسك الاول. ايه اللي بيستفزك؟ ايه اللي بيخليك تتعصب؟ هل بتتكلم بسرعه؟ هل بتحكم على الناس بسرعه؟ هل بتسمع فعلا ولا بتستنى دورك في الكلام؟ لان كل ما فهمت اكتر او كل ما فهمت نفسك اكتر هتعرف تتحكم في ردود افعالك اكتر. وانت خلال سنوات عمرك بتتعلم. اتعلمت ان التعامل مع الناس مش معناها انك تكسب كل نقاش. احيانا النجاح الحقيقي انك تخرج من الموقف ده من غير ما تخسر انسان. مش لازم نتفق في كل حاجه، لكن ممكن نختلف بالاحترام. عايز اسالك: ايه اصعب شخصيه اتعاملت معاها في حياتك؟ العصبي ولا العنيد ولا الحساس ولا المتكبر ولا الشخص اللي ما يفهمش غير نفسه؟ اكتب لي في التعليقات، ويمكن نعمل حلقه كامله عن اكتر شخصيه تختارها الناس. ولو عجبك الكلام
اعمل اعجاب، اشترك بالقناة، واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. ودايما افتكر، مش مطلوب منك تحب الناس او تحب كل الناس، لكن مطلوب منك تعرف تتعامل معاهم باحترام. ولسه في امل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.